السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل غدانا النهاردة سمك هنشويه. جايبة بوري وجايبة شبار بليمي اللي هو الصغير المبطرخ الحلو ده. سخنت اول حاجة الفرن، نضفته. الفرن الغاز اللي زي ده بيبقى جميل قوي في البيت. تحبي تخبزي عيش، تعملي صواني. ده البوري اللي انا جايباه زي ما انتم شايفين، غسلاه ومحضره بقى برنجان نشويه. بوريكم ان هو طازه. الخراشيم بتاعته لازم تكون حمرا وتتك عليها كده، لو لقيتها شدة تبقى طازة. ما شاء الله جميلة جدا وكانت سمينة. والشبار بقى الاخضر اللي انتوا شايفينه ده اسمه بليم، ده بيبقى جميل قوي، كله مبطرخ زي ما انتوا شايفين كده. شايفين السمكة زي العسل، كلها مبطرخة وجميلة جدا. طبعا بسيب الفرن يسخن شوية ومحضرة بقى الردة. وللأسف الردة دي طلعت اللي هي خشنة شوية، ما لقيتش عنده اللي هي بصراحة، فجبتها قلت اشوي بيها ايه السمكة هتقضي وخلاص، على ما ابقى اجيب اللي هي الناعمة. بحاول ان انا اخلي الردة تبقى ثابتة فيها، السمكة تكون مبلولة يعني طريقي، يعني فيها المية لسه، عشان إيه الردة تمسك فيها. برص السمك. طبعا الفرن يكون سخن علشان السمكة ما تلزقش في الفرن. بحضر الحاجة اهوت جنبي علشان كله بجهز حتى السمك الصغير ده علشان يبقى جاهز. اخلص احط البوري واقوم رصة الشبار. طبعا زي ما انتم شايفين مدخن اهوت، تعرف ان هو سخن وجاهز للشوي على طول. حطيت اهو. وطبعا النار يا جماعة لازم ما تكونش عالية قوي، انا بسخن وبخليها عالية وبعد كده بهدي النار وسط علشان السمكة منها ما تتحرقش ومنها تتلدن كويس، ما يبقاش قلبها في دم. وبالراحة كده نقلب سمكة سمكة، ولازم نبعدهم عن بعض بحيث ان السمكة ما تلزقش في التانية، عشان القشرة بتاعتها ما تطلعش منها. بوسع اهو، شيل السمكة اللي جنب التانية عشان اما بتيجي تنشف بتلزق، تيجي تشيليها تقوم مجروحة، يعني تشيل القشرة منها. بتدخن اهي. دي بقى تديك ان هي ديت ما شاء الله سمينة، تعرفي انها سمينة، سمكة نظيفة يعني. لازم نحاسب على السمكة واحنا بنقلبها بالراحة خالص علشان ما تتجرحش مننا. شايفين الدخان؟ لانها سمكة جميلة جدا سمينة قوي. جبت بقى السمك البليمي اللي هو الصغير الشبار الاخضر ده اللي كله بطاريخ اللي يفتح النفس. بقلب بقى لسه هحط واعمل واحدة بواحدة، دي ما تستاهلش بقى لانها صغير وهتاخد معايا وقت، فقمت مقلبها بالحلة كده على بعضها. شايفين السمك ما شاء الله يا جماله فعلا، التحمير بتاعه جميل جميل جميل. لازم اقلب كده السمك علشان
يتلدن معانا ويدي اللون الاحمر الحلو اللي احنا عايزينه، ما يتحرقش ومبقاش في قلبه دم. طبعا السمك التاني بقى اللي هو الصغنون ده بقوم حاطه شويه على بعضهم وبعدين افرقهم عشان احضر على طول. جبت السمك البوري في جنب بره كده علشان يتلدن، لو في دم ولا حاجه عند دماغه كده بيبقى ايه، ينشف. زي شايفين، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. السمكة تحميرها جميل جدا، متلدنة وجاهزة للأكل. اهو بحط كله برصه على بعضه. باخد بقى السمكة التانية، شوف بقى مطرح ما كنت شوية البوري فمنزل السمونية ما شاء الله، الشبارش زي ما انتم شايفين كده، الزيوت بتاعتها زي ما يكون السمكة الصغيرة بتتقلى فيها اهي. اللي بقلبه بجيبه جنب بعضه كده علشان ايه، اكمل في مكان الفرن من النص كده بتبقى النار فيها، وبجيب بقى على الجنب عشان إيه تلدنه. خلصت كله. وعلى فكرة في السمكة بقى الصغيرة في الاخر كده لقيت النار هدت، عرفت ان الانبوبة ايه يعني بدأت ان هي الغاز يخلص. فالحمد لله ان هو ايه الشوي، واللون بتاعه جميل جدا. يعني هو بعيد كده تقول مش متحمر، اما قربت لكم في الكاميرا لقيت ايه، احمر وحلو. طبعا الصغير ده ما بياخدش وقت جدا عشان ما ينشفش مننا. طلعت السمك كله اهو، ونجهز بقى ايه التحديقة. السمك اللي نزلته بجيب مكانه، لان المكان دوت حلو يعني. في الفرن يا جماعة بيبقى النار بتاعته من النص، فبحاول اجيب السمكة عشان تتحمر في النص وفي الجنب التاني للتلدين. تبع الفرن بتاعك انت بقى. السمك الصغير ما بياخدش وقت خالص. اما بقرب للكاميرا شايفين اللون ده، هو ده اللون بقى اللي احنا عايزينه. السمكة بقى اللي وريتها لكم ديت هي المبطرخة وجميلة. جبته بقى كله بره كده، لان كده خلاص اتلدن، لان ما بياخدش وقت عشان ما ينشفش. ما اشتركش في القناة يا جماعة يشترك، ولو اول مرة تشوف القناة اشتركي فيها واعملي لايك واعملي شير اهو. هنا التحتية بتاعتنا بقى نعملها في الخلاط، فلفل وملح وكمون وتوم وشطة وليمون. بجد التحديقة دي يا جماعة بتبقى جميلة، ريحة وطعم السمك عسل. اه كله في قلب الخلاط وتضربها على طول. خلصت التحديقة. نروح بقى عند السمك ونحط كل الدقة الحلوة ديت فوقيها اهي. جربي بس الدقة دي جميلة. حابة ان هي تبقى مشطشطة قوي زودي الشطة، انما انا حاطة نسبة الشطة قليلة شوية. وبقوم جايه بقى للسمكة واقلبها كده على الجنب التاني عشان القشرة ما تبقاش ماسكة في السمكة، بتبقى عايمة بقى كده، تيجي تقشرها تلاقي ايه القشرة طلعت معاكي. في سمكة مني اتكسرت زي ما انتوا شايفين كده، لانها سمينة، فعايزة ايه حد يعني تتمسك بالراحة خالص، بس هتروح فين هتتاكل. والليمون عصرت بقى ليمون فوقها كمان، لان الليمون بيديلها طعم جميل قوي وريحة حلوة. وبكده زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. ودي اخر حاجة
خلصت خلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.